بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بكم في لقاء صوتي جديد. الحفلة الملعونة اللي كانت هتتعمل في مصر، لأني سمعت إنها اتلغت، يا رب يكون الخبر صحيح. وبصراحة ده النتيجة بتاعت إن كل واحد يفتي في الدين، إن مفيش حد مع صكوك الجنة والمغفرة، بالرغم من توصيات الأزهر الشريف وتوصيات الإفتاء. الحمد لله بالبعد عن مثل هذه القاذورات. أنا بصراحة مش فاهم إيه المتعة في كده، يعني بعيدا عن الحلال والحرام. الحفلة الملعونة اللي هي كانت هتقام، وإن شاء الله يكون ده خبر حقيقي موضوع إلغائها، اللي هي يوم 28/7 هتتعمل في مصر قدام الأهرامات. الحفلة دي لمغني راب ترافيس، لمغني الراب ترافيس سكوت الأمريكي، وده ديانته الماسونية. مش عارف الراب ده نوع من أنواع الآلات الموسيقية ولا إبز ولا اسمه. المهم إنه ديانته ماسونية. تخيلوا أقل سعر تذكرة في الحفلة دي بكام، والتذاكر كلها نفذت حتى الآن. معروف عن حفلاته بينتشر فيها الموت مع بداية الغناء. كنت نزلت برضو حلقة صوتية قبل كده عن مهرجان كده بنفس الفكر، بس ليه اسم تاني في السعودية. وإحنا كده العرب مخترقين بشكل غير عادي للفلسفة الكذابة وللقاذورات. معروف عن حفلاته بينتشر فيها الموت مع بداية الغناء. مش عارف ازاي يعني، لو حد يفيدنا يعني بتفاصيل أكثر. وده بعد حالات تشنجات رهيبة لبعض الناس من الجمهور. ولما بيحصل ده مش بيمنع الأستاذ ترافيس من الغناء. ولما مرة سألوه في ايفنت بعد حفلة مات فيها 11 فرد، ايه اللي هيحصل لو كان وقف الغناء، كان هو اللي هيموت. بيقول كده يعني. اختصار الحفلة عبارة عن طقوس، دي يعني اللي بيحصل في الحفلة، شيطانية بيتم فيها تقديم الناس كقرابين للشيطان. الحفلة دي هتتعمل يوم 28/7، أو إن شاء الله تكون اتلغت وما تتعملش. ده قال بيوافق تعامد الشمس على وجه فرعون رمسيس الثاني، وده الفرعون اللي بيفترض إنه عصر سيدنا موسى، وكان بيقول إنه الإله. فبجد إحنا في خطر. تذاكر الحفلة خلصت من أول 5 أيام من طرحها. أقل سعر للتذكرة ب5000 جنيه. الغوا حفلة ترافيس، امنعوا حفل ترافيس سكوت بمصر. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.